السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايما بتسعد قلوبنا. ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم دايما ان احنا بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وكمان تقولوا لنا ارائكم الجميلة اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي احنا بننزلها عندنا على القناة. ولو تقترحوا علينا كمان اسامي وصفات جديدة نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. النهارده معانا غدا سهل حلو بسيط ان شاء الله يكون عند حسن رضاكم ويعجب حضراتكم باذن الله. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف النهارده هنعمل ايه. جبت معايا زي ما حضراتكم شايفين كده بصله متوسطه الحجم. حطيتها عندي في الكبه، وهنا كان لازم احط البصل في الكبه لان انا عايز البصل بتاعي يبقى ناعم جدا. افرمه فرم ناعم جدا زي ما حضراتكم شفتوا كده علشان نعمل بيه الكفته بتاعتنا. هنعمل النهارده كفته حلوه جدا. وبعد ما ضربت البصل ناعم جدا زي ما حضراتكم شفتوا جبت كيس خلطة شيش طاووق من ماجي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. حطيت كمان معاهم معلقة من البابريكا ومعلقة من الكزبرة، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من القرفة. وحطيت كمان ملح وفلفل اسود. عايزين تحطوا بهارات فراخ ممكن تحطوا، بهارات لحمه انا اسف ممكن تحطوا، بس انا مش محتاج. كيس البهارات اللي انا حطيته اداني نتيجه حلوه جدا جدا جدا. بعد كده نزلت باللحمه وهفضل اعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نعجن 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 لحد ما اللحمه تقول انا استكفيت عجن. والخطوه دي مهمه جدا 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 علشان الكفته بتاعتنا ما تكونش مكتومه. بعد كده نزلت عندي بكوبايه من البقسماط زي ما انتم شايفين كده، ومعاها كوبايه نص كوبايه بالظبط من الميه. مش هنزود ميه عشان اللحمه بتاعتنا ما تفكش مننا. وهدني بقى اعجن زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما آم، اللحمه بتاعتنا يبقى ملمسها ناعم جدا، ويكون كمان قوامها ناعم قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده عندنا نعجن ونلت ونعجن 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 ونعجن. دي عايزه صحه شويه، بس هي فعلا بتدينا نتيجه حلوه جدا 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 في الاكل وبتدينا نتيجه مبهره. وعايز اقول لكم ان كل اللي اكل منها عجبته جدا 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 وكان طعمها فوق الفظيع. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا عجلنا فيها تماما زي ما انتم شايفين كده، وكان شكلها حلو جدا. هنا قلت لكم هخلص اشيل الحاجه اللي عندي وارجع لكم تاني. هنا كنت بوري حضراتكم ان البصل مش باين فيها تماما. هنبتدي بقى نصب على الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وكالعاده انا بحب الكفته بتاعتي نصبها على سيخ لو عندنا سيخ او عصيان شيش طاووق. طب انا لو مش عندي ده ومش عندي ده، معلقه زي ما انتم شايفين كده والدنيا بتمشي زي الفل. انا قلت لكم ان انا ما بحبش اعقد الامور، وبحب اعمل بابسط الحاجات علشان مش كل الناس ممكن يبقى عندها في البيت عصيان شيش طاووق، او كمان يكون عندها سيخ الكفته. فالموجود عندنا نمشي بيه. مش عايزين نقف على حاجة. المطبخ عايز اللي يعرف يتصرف فيه واللي يعمل بأقل الإمكانيات. تمام. هنبتدي بقى نصب على الكفتة زي ما انتم شايفين كده. عملت قدامكم مرة واتنين وتلاتة علشان الطريقة تكون واضحة للجميع، وتبقى مبسطة زي ما انتم شايفين كده. آم، الكفتة بقى هنا لما بنصبها على المعلقة زي ما انتم شايفين كده بتبقى عندي طرية جدا من جوه، وفي نفس الوقت مش مكتومة يعني. ده هو ده السر بقى بتاع لما بنيجي نشتري الكفتة من بره. بتبقى طرية كده بالظبط زي ما انتم شايفين. السر هنا في المعلقة في المعلقة او الحاجة اللي احنا بنصب عليها. تمام. هنا بقى حطيت عليها معلقة من السمنة، وحطيت عليها كمان نص كوباية من المية، وهحطها على النار عندي وهغطي عليها علشان تستوي معانا وتاخد راحتها في السوا. هي كمان الكفتة ما بتاخدش وقت خالص في السوا. يعني سريعا ما بتاخدش وقت يعني. زيها زي البانيه كده. هنا بقى عندنا هنعمل صينية بطاطس جامدة جدا جدا جدا. انا بحبها عموما بالطريقة دي، وكمان اللي اكل منها عجبته جدا الطريقة. جبنا كمية من البصل زي ما انتم شايفين. وهنا بقى البطاطس بتاعتنا بتحب البصل جدا، يعني كل ما هنكتر من البصل كل ما هتكون طعمها احلى واحلى واحلى. الصينية دي عندنا هنا مقدسة. بيحبوها جدا جدا جدا. لان فعلا بيبقى طعمها مميز، غير بقى ان احنا بنحط يعني غير صينية البطاطس المصلصة والكلام ده، لا. الصينية دي يعني ليها كده طابع خاص. زي ما انتم شايفين البصل بتاعنا بنقطعه حلقات او جوانح زي ما بيقولوا، او جوليان. آم، وتكون تقطيع مش تخين يعني. تقطعوه، حاولوا تقطعوه تقطيع رفيع زي ما انتم شايفين كده.
علشان لما يجي يستوي مع البطاطس يبقى دايب كده، وطعمه، لا طعمه فظيع صراحة يعني. وعندنا كمية من البطاطس زي ما انتم شايفين كده، طبعا الكميات اللي انتوا تحبوها. وهنا كمان يمكن صينية البطاطس دي اقتصادية جدا، انتوا ممكن كمان تعملوها من غير اللحمة، يعني ممكن نعملها من غير لحمة، وممكن نعمل حاجة تانية نحطها ونحط عليها اللحمة من فوق الوش. البهارات بتاعتي النهاردة انا كنت حطيت برضو كزبرة، وحطيت قرفة، وحطيت بابريكا مدخنة. انا بحب البابريكا المدخنة جدا، بتديني طعم حلو للبطاطس بتاعتنا. تمام، يبقى احنا حطينا ملح، فلفل اسود، حطينا بابريكا مدخنه، حطيت كاري، آم، حطينا توم زي ما انتم شايفين كده. ما بحطش بقى لا توم باودر ولا بصل باودر، انا حاطط التوم والبصل بتوعي فريش، مش عايزين ندخل معاهم حاجه تانية. البطاطس بتاعتنا بنقطعها تقطيع حلقات زي ما انتم شايفين كده، وبنقطعها نحاول قدر الامكان ان احنا نقطعها تقطيع رفيع. البطاطس اللي في السوق عندنا يا جماعه، ناخد بالنا ان احنا لما بنيجي نشتريها، حاولوا قدر الامكان ما تجيبوش البطاطسايه المدوره في الوقت الحالي. طب ليه انا بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لان بيبقى فيها البطاطسايه المدوره بتبقى فيها سنه تخويخ، بتبقى مخوخه شويه، يعني نيجي نقطع البطاطس نلاقي فيها حته كده في النص عامله زي ثقب كده. فده اسمه تخويخ. طبعا احنا مش بنرميها، احنا بنشيل الحته اللي فيها اللي بتبقى حمراء، وبنكمل عادي البطاطس زي ما انتم شايفين كده. بس انا بقول لحضراتكم دي معلومه يعني، حاولوا قدر الامكان لما تيجوا تشتروا البطاطس ما تشتروش البطاطس اللي بتبقى مدوره، هاتوا اللي هي بتبقى طويله سن او المطوله سن. بعد كده هدنا نقلب في البطاطس زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقلبوه بايديكم عادي، ممكن بمعلقه. انا كان الطبق عندي مساحته كبيره، فمديني مساحه ان انا اقلب فيه زي ما انتم شايفين كده. هدنا نقلب فيها كده عشان كل المكونات وكل التوابل تخش مع بعض. هنا مؤخرا جبت مكعب مرق دجاج، برضو مكعب مرق فراخ، وحطيته عليها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، برضو اداني طعم حلو جدا اكني بالظبط عاملها بالفراخ. جبت عندي بقى الصينيه بتاعتي، حطيت كل الكلام الحلو ده فيها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليه نص كوبايه لكوبايه من الميه على حسب البطاطس. في بطاطس يا جماعه بتشرب ميه وبتاخد وقت في السوى، وفي بطاطس لا. فالبطاطس الموجوده دلوقتي في السوق بتاخد سوا شويه، فانا هرجع كمان بعد ما احطها على النار هزود ميه تاني، يعني مش هي دي بس الميه اللي انا حطيتها. بعد كده حطيت عندي معلقه من السمنه وحطيتها على النار. وهنا كنت بوري حضراتكم ان الكفته خلاص عندي تعتبر استوت زي ما انتم شايفين كده. انا ما حطيتهاش فرن، انا الكفته عندنا بسويها على النار من فوق. ليه؟ علشان الكفته عندنا ما تنشفش، يعني الكفته لما بندخلها الفرن بتنشف مننا شويه، فعشان اتفادى الموضوع ده احنا بنحطها على البوتاجاز من فوق. وعايز اقول لكم بتاخد لون حلو جدا. جبت عندي بقى حله زي ما انتم شايفين كده، هنعمل النهارده رز بشعريه. وانا من الناس اللي بتحب الشعريه كتير في الرز. هتقولوا لي ليه؟ معرفش، بس انا فعلا بحب الرز يكون الشعريه فيه كتير. عايز اقول لكم ان انا يعني ساعات ممكن احط كميه الرز الشعريه اقل من كميه الرز. انا بحب الرز بالطريقه دي جدا، ومن زمان وانا بحب اعمله كده. فحطيت عندي كميه من الشعريه، وبعد كده كنت بوري حضراتكم ان البطاطس هنا ريحتها حلوه جدا، وكمان قربت تخش عندنا في السوا. الشعريه من الحاجات اللي ما ينفعش ان احنا نسيبها ونبعد بعيد عنها شويه، لان الشعريه بتاخد عندنا لون بسرعه. فقدر الامكان بدنا واقفين جنبها نقعد نقلب ونقلب 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 ونقلب. ليه؟ علشان ما تاخدش معانا لون وتتحرق مننا. ودي يعني عايز اقول لكم ان في ناس اساتذه في المطبخ بتقع في الحته دي. فيعني ناخد بالنا قدر الامكان ان احنا ما نسيبهاش ونبعد عنها. زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، انا كنت بغلي ميه عندي هنا تقريبا في المرحله دي. انا مش عارف رحت انا رحت هنا اعلق على الميه او اطفي على الميه، كانت بتغلي في الكتل. وانا بحب دايما ان انا احط الميه بتاعتي تكون مغليه. في ناس ممكن تحطها بارده مش هتفرق في شيء، بس في المرحله دي ما ينفعش ننزل الرز معاها غير لما الميه تغلي. طب ليه بقول لحضراتكم كده؟ عشان الرز بتاعنا ما يعجنش مننا، وكمان نحس ان هو بقى شبه المسلوق شويه. الحله هنا اهوت انا حاطط فيها الماده الدهنيه بتاعتي زيت وسمنه، وانتوا عارفين الكلام ده، والناس اللي متابعيني بحب احط في الرز دايما سمنه وزيت، ما بحبش احط سمنه بس، علشان الرز بتاعي يكون فيه لمعه كده ويكون مفرفر زي ما بيقول. هندلنا بقى نقلب في الشعريه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد لون ذهبي، وكمان اغمق من الذهبي سنه. طب ليه انا هسيبها تغمق شويه عن اللون الجولد اللي احنا متعودين عليه؟ لان احنا لما بنيجي ننزل عندنا بالميه او بالرز
هي لونها بيفتح سنة، فاحنا مش عايزين يبقى لونها يعني مع الرز مش تمام. انتوا شايفين اللون ده؟ انا هزود كمان سنة عليها، اقرص عليها كمان سنة في التحمير علشان تاخد لون اكتر معايا. وعايز اقول لكم ان دي بتبقى بترجع ان انا يعني اسوي الشعريه كويس في التحمير، بتديني ايه بقى؟ لما اجي احط الرز والميه ما بتعجنش الرز. يعني لو انا حطيت الميه بتاعتي او زودت الميه بتاعتي قبل ما احط قبل ما الشعريه بتاعتي تاخد لون كويس، الرز بتاعنا بيعجن. هنا في المرحله دي كنت بحط عندي الملح بتاعي، بحط ملح وفلفل اسود بس، وانا بحب يكون طعم الفلفل الاسود زياده شويه. بعد كده نزلت بكميه الرز، الميه عندي اصلا كانت بتغلي، فالرز بتاعي هيكون مش هستنى عليه لحد ما يغلي، هغطي عليه النار. اول ما الميه تتشرب ههدي عليه النار واسيبه يستوي براحته. هنا عندي كده كانت المرحله دي البطاطس عندي استوت. ده براد شاي يا جماعه. كنت بعمل شاي مغلي بحبه جدا. هنا بقى التركية بتاعتي اللي انا بحب اعملها في اللحمه، رحت موسع شويه كده من اللحمه وحطيت فحمايه، حمصتها على النار وحطيتها عندي في اللحمه عشان تديني طعم الشوي على الفحم. بتفرق جدا في طعم اللحمه، صدقوني اعملوها وهتفرق معاكم جدا. هنا كنت بدوق الرز وقلت لكم لا لسه فاضل عليه شويه صغيرين. وهنا كنت بشوف عندي البطاطس كان خدت لون تحفه جدا، مش محتاج اكتر من كده. هطفي عليها النار وبعد كده رجعنا قدمنا الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين. جربوا الطرق دي وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.